بكل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. بيكم معانا في متحف الطفل في مصر الجديدة. بالتأكيد كلنا بنحب علم الآثار، بنحب المعابد، المقابر، الفن، الفخار، حاجات كتيرة جدا، بس عمرنا ما فكرنا ازاي الحاجات دي اتلقت. في حاجة مهمة جدا أو علم مهم جدا اللي هو علم التنقيب عن الآثار. طيب أي منقب يا ترى لو راح مكان هيعمل ايه؟ أول حاجة المنقب لازم يحدد المكان اللي هو هيشتغل فيه، ولازم نكون عارفين ان في المكان اللي بيشتغل فيه دوت بيحدده لازم الارض بتاعته بتكون متقسمه لطبقات، علشان اي اثر يلاقيه يبتدي يحدد هو في انهي طبقه. هل هي يا ترى طبقه العصور الاسلاميه ولا طبقه العصر الروماني ولا العصر البطلمي ولا بترجع للعصور القديمه، دوله حديثه، دوله قديمه، دوله وسطى؟ كل الحاجات دي من خلال طبقات الارض. طيب هو لما حدد المكان ده لازم له ادوات يستخدمها، زي المسطرين اللي هيحفر بيه، زي الفرشه اللي هينظف بيها الاثار، كمان لازم يكون معاه فلاش لو هيشتغل بالليل، العتلات بتاعته، الحبال، واهم حاجه دفتر اليوميات بتاعه، عشان لازم يسجل يوم بيوم المنطقه اللي اشتغل فيها، انهي طبقه من الارض اللي اشتغل فيها، واي اثر عثر عليه لازم يسجل وصفه، والاثر ده عباره عن ايه، ابعاد وعامله ازاي، ولقاه في انهي مكان، عشان لو في يوم من الايام البعثه دي او شغل الحفاير في الوقت ده خلص يبتدي اللي بعده يكمل عليه. طيب هنا بنتكلم عن الاثار المتواجده تحت الرمله.
عندنا في مصر آثار تانية موجودة تحت المية، موجودة في مدينة الإسكندرية. بالتأكيد كلنا عارفين إن الإسكندرية اللي أسسها الإسكندر الأكبر، وكان هو المكان اللي هو المفروض تكون عاصمة مصر، لكن للأسف الشديد الإسكندر الأكبر توفى قبل ما يكمل افتتاح المدينة، واللي افتتحها كان بطليموس الأول، واللي شهدت ازدهار كبير جدا جدا، وكانت مشهورة بحاجات كتير زي فنار الإسكندرية، مكتبة الإسكندرية، وحاجات كتيرة جدا. ويمر الزمن ويحصل في اسكندرية زلزال كبير جدا جدا، يكون نتيجته ان في آثار كتيرة وقعت تحت المية، لدرجة ان مدينة كاملة وقعت تحت المية اللي هي مدينة هيراكليون، واللي كانت تعتبر ميناء للسفن. يحصل بعد سنين كتير كان في مجموعة من الغواصين دول يبتدوا ان هم في رحلتهم في المية يلاقوا الآثار دي. بعدين لما توجد الاكتشاف ده يبتدوا بقى يدرسوا الآثار دي ويشوفوا هيتم عرضها ازاي. يكتشفوا ان الآثار دي في جزء منها نقدر نشيله وينفع يتعمل له عرض متحفي في متاحف، وآثار تانية اتعودت خلاص على طبيعة المية واتكيفت معاها، بل بالعكس أصبح الآثار دي لو شلناها من تحت المية هتبوظ ومش هتنفع يتعمل لها أي عرض. بعد شوية فكروا إن هم ممكن يعملوا متحف للآثار الغارقة، إن الناس تنزل وتروح وتشوف كل الآثار اللي موجودة تحت المية. الحاجات دي موجودة عندنا في خليج أبو قير في الإسكندرية. Hola, mi nombre es Manolo, soy de España y mi impresión de Egipto es genial. Me lo he pasado muy bien. بيقول اسمه مانولو، هو اسباني، وانطباعه عن مصر بيقول قضى اجازه تحفه رائعه يعني. Culturalmente, los templos que más me han gustado han sido Abu Simbel, Karnak, Luxor, las pirámides, el Valle de los Reyes. بيقول طبعا بالنسبه للناحيه السياحيه والاثريه اكتر حاجه عجبته في مصر طبعا هو قال كل حاجه، قال عجبني الهرم وعجبني ابو سمبل وعجبني الكرنك وعجبني الاقصر، فيعني ما سابش حاجه ما عجبتوش. Recomendaría a mis amigos, evidentemente de España, que vengan aquí a visitaros porque es increíble la civilización que hay aquí. بيقول طبعا نفس الكلام برضو اسبانيا، ما فيش شك ان انا هرشح مصر لكل اصحابي، واقول لهم على فكره لو ما زرتوش مصر فايتكم كتير قوي قوي قوي. Esta es mi segunda vez que vengo a Egipto y ha sido porque he leído mucha literatura en egipcio, libros sobre Akenatón, sobre muchos faraones y la cultura general egipcia y me ha enamorado. بيقول دي تاني مره ليه في مصر هنا، وقبل ما يجي المره الاولانيه هو قرا كتير عن مصر وبيحب يقرا كتير عن مصر، قرا عن اخناتون وعن بعض الفراعنه او ملوك المصريين القدماء. He repetido el viaje porque me he enamorado de esta ciudad, de este país, todo. Es muy acogedor. بيقول انا يا جماعه تاني مره اجي وقررت الرحله بتاعتي لان انا حبيت البلد دي قوي قوي قوي، كان لازم ازورها مره تانيه. La comida en Egipto me encantó las fajitas, me encantaron las lenguas de pájaro, me encantó todo. هو El postre. بيقول الاكل المصري عجبه جدا، اكتر حاجه عجبته هو قالها بالاسباني اللي هو لسان العصفور، شرب لسان العصفور، وقال كمان عجبتني الفاهيتا وعجبوا الحلويات المصريه. Pues llamo a todos a que vengan a Egipto porque se lo van a pasar muy bien. Y es una ciudad, un país encantador y que te coge con los brazos abiertos. Estoy enamorado de Egipto. طبعا انا لما ارجع اسبانيا انا هقول لكل اصحابي وكل عيلتي يجوا مصر، لان انا باكد لكم هتقضوا وقت جميل جدا واستمتعوا جدا جدا جدا. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحن لها،
ما هو فيها عاش أحلى معاني، ومسيره يرجع يوم ليها. صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.